في مكة لما كان عليه الصلاة والسلام يمر في أسواقها وفي طرقاتها وشوارعها، لم يكن يسمع صلى الله عليه وسلم ألفاظا تقول له يا شجاع، يا حكيم، يا أمين، يا نبي، يا قرشي. لا، ما كان قريش يقول له ذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بوقاره وجلالة قدره ونسبه الرفيع يمر في طرقاتهم، وإذا هو يسمع يا كذاب، يا ساحر، يا كاهن. وكانوا ينشدون الأشعار في ذمه، وإذا أرادوا أن يضعوا اسمه المبارك في شعرهم لم يضعوا اسم محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لأن محمد مدح، وهو كثير الحمد، كثير الحمد يسمى محمد. فكانوا يرون أنه من التناقض أن ينشئوا قصيدة في ذم رجل اسمه محمد، فكانوا يسمونه مذمم، وينشدون يقولون مذمما عصينا ودينه أبينا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقولون مذمم، يا مذمم مجنون، يا مذمم ساحر، يعود ويجلس مع أصحابه ويقول ألا تعجبون أن الله تعالى يصرف عني شتم قريش ولعنهم؟ تعجب الصحابة، كيف؟ ما نحن نسمعهم يقولون يا مجنون يا ساحر، نسمعهم بآذاننا، وأن تقول يصرفه عنا. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم يذمون مذمما وأنا محمد، رواه البخاري. هم يذمون شخصا آخر اسمه مذمم، أنا ليس اسمي مذمم، أنا اسمي محمد. نعم.